ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. و how to improve your listening، ازاي اللي انا اطور الاستماع بتاعي عشان منه اقدر اللي انا اطور المحادثة بتاعتي. خلونا بس كده قبل ما نبدأ، ازاي اللي انا اطور الاستماع عندي. كل شخص مننا عنده مشكلة في الاستماع. اوكي، let's start كده. اول مشكلة وهي pronunciation، النطق. في ناس كتير متعودة عليها اللي هي social، هي غلط. social، social. تاني حاجة، مثال تاني، cheap، تش، تش، cheap، sheep، السي اتش تش. فممكن حد يسمعها شه او ينطقها شه. فيبقى اول مشكلة عندنا لازم نعالجها وهي الصوتيات. طب انا اذاكر الصوتيات منين او احسن النطق بتاعي والحروف ازاي؟ عندك طريقتين. اول طريقة اللي هو listening، تسمع وتاخد الكلمة سماع، او تذاكر صوتيات. وده ازاي تذاكر صوتيات هنتكلم عنه في فيديو تاني. تاني مشكلة عندي وهي الكونسنتريشن، التركيز. ناس كتير ما بتركز، ما عندها مشكلة في التركيز، وبيفقد أو بتفقد التركيز بتاعها بعد أول دقيقة أو أول دقيقتين. في ناس بتسرح. دوت هنعالجه ازاي؟ بالاستماع، واللي أنا أجبر نفسي اللي أنا أسمع وأركز وأنا بسمع. أوكي، فده كده الكونسنتريشن، دي مشكلة تركيز. آخر مشكلة وهي lack of vocabs، وهو نقص في حصيلة الكلمات اللي عند الشخص. ونقص في حصيلة الكلمات اللي عند الشخص ديت هيزودها عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هو هيحفظ كلمات جديدة من اللي بيسمعه. يعني أنا لو سمعت كلمة جديدة في المحادثة في أي حاجة، أشوف طريقة أحفظها. طرق حفظ الكلمات كتير، وهنتكلم برضو عليها في فيديو تاني. دول أغلب المشاكل أو معظم المشاكل اللي بتقابل أي حد وهو بيسمع. هذه المشاكل اللي بتنحصر. خلونا بقى نبدأ اللي احنا ازاي نطور من نفسنا في الليسننج ونحل المشاكل دي كلها. موقع معانا النهارده وهو تيست انجلش. تيست انجلش صراحة الموقع أكتر من رائع، بيحتوي على grammar, vocab, listening, reading, use of English writing and exams. خليني اللي انا اقول لكم اللي احنا هنمسك قسم ال listening. اول لما تيجي تفتح هتفتح elementary, pre intermediate, intermediate, upper intermediate, pre advanced. المستوى المبتدئ pre intermediate اقل من المتوسط، intermediate متوسط، upper intermediate فوق المتوسط، و pre advanced اللي هو خلاص المتقدم. خلونا احنا مثلا نفتح البري انترميديت يكون للجميع، لا هو مبتدئ ولا هو متوسط. هلاقي عندي في هنا دروس، اخد كل يوم درس واحد فقط. درس واحد فقط. طب الفيديو قد ايه يا مها؟ عشان انا مش عندي وقت كبير ومش عايزه اخد وقت ومجهود كتير. اعمل ايه؟ الفيديو مدته يا شباب من دقيقتين لثلاث دقايق في الفيديوهات كلها، فما تستصعبوش الموضوع. كمان مثل الموقع اللي هو بيكون فيه exercise، اوكي، تقدر اللي انت تحلها وتطبق على اللي انت سمعته، وكمان تتشيك the answer. ولما هتيجي كمان تعمل checking the answer، طبعا انا هنا ما حلتش، انا دوست تشيكنج على طول. هيقول لك هو ليه اختارها، تمام. وكمان هيديك الترانسكريبشن او السكريبت بتاع الفيديو، وهيعلم لك اهو زي ما احنا شايفين بالبولد. الطريقه ازاي بقى كده؟ اول حاجه، في طريقتين. الطريقه الاولى اللي انا اروح اقرا الاسئله وبعد كده ارجع اشوف الفيديو. والطريقه التانية اللي انا اروح اشوف الفيديو على طول وبعد كده ارجع اروح اقرا الاسئله. طيب هو الطريقتين هتختلف. لو انا الطريقة الاولى هشوف الاسئلة الاول وبعد كده هطلع للفيديو، فده كده احنا بنستخدمها في الامتحانات لو انت هتمتحن، تمام. طب لو مفيش امتحان، لا ما تقرأش الاسئلة، حاول تركز تشغل الفيديو وتركز معاه، وبعد كده تبدأ اللي انت تنزل تشوف الاسئلة هي عايزة منك ايه. تمام. طيب بصوا هنا مدة الفيديو ما كملش الثلاث دقايق حتى، ما كملهمش. فاظن ثلاث دقايق في اليوم حاجه كويسه اللي انت تذاكر فيها لغه في مواصلاتك وانت رايح الشغل وانت جاي من الشغل، اي حاجه قبل ما تنام بالليل. لو انا شغلت الفيديو
I like to go to the mountains with my friend Becky. She loves to walk, but I can't. حد هيجي يقول لي هو انا شغل السبتايتل ولا بلاها سبتايتل؟ اللي انت عايزه. عايز تبدأ بسبتايتل ابدأ، مش عايز تبدأ بسبتايتل مفيش اي مشكلة. اوكي. Can't do that because of my bad knees. So, while she goes hiking, I paint. تمام. فده هنا السكريبت طبعا هو ظاهر لنا. اوكي. من غير السكريبت طبعا مش هيظهر لان في ناس ما بتعرفش تجيب السكريبت ازاي. وهو هنا سي سي. اوكي اللي هو الكابشن نفسه او السبتايتلز. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم وتعرفوا غيركم على الطريقة ديت. الموقع فيه حاجات تانية كتير، فيه فوكابس في كل المراحل. شوف الأنسب ليك وشوف الحاجة اللي انت عايز تطورها. ولو عندك أي سؤال تقدر تسيب لي في الكومنتس. أنا مع حمدي انجلش ترينر، ده نص عليا ونص عليك.